طيب احنا بعد بقى اكتساب الثقه دي، لا معلش انا هدخل بقى في حته الايه، السعر عشان ده اللي مهم قوي. ماشي. السعر المنافس. تمام. هل جات لك حاله او تعرضت لحاجه او الاحصائيات اللي بتجيلك ان احنا السعر بتاعنا منافس جدا بالنسبه لاي دول تانية، صح؟ في طب الاسنان نفس الكلام، ولا علشان خاطر السعر في الاسنان بيبقى الماتيريال بتاعته بتبقى عاليه شويه عشان الدولار وسعر الدولار وكده فبتبقى اختلفت؟ انا عايز اقول لحضرتك هي مش بس منافس، هو انا لسه حاصله امبارح، هو في ناس بتجيلنا من بره بتقطع تذكره طيران مخصوص عشان تيجي تعمل اسنانها هنا وترجع. طيب. وده بالنسبه له كتكلفه بيشوفها ان دي مناسبه جدا. يعني هو تيكت طيران وحجز اوتيل طبعا. وياخد علاجه، هو كده بالنسبه له برضو التكلفه اقل. طبعا. طب حلوه جدا. يعني ومش دي بس حاجه تكلفة، مشرفه مش بس قوي. تكلفه اقل، كواليتي اعلى بكتير من ممكن ياخدها في اي مكان تاني. دي نقطه مهمه قوي. يعني هو كل الرحله اللي بياخدها، كل الرحله تيكت طيران او حجز اوتيل، وبيجي مع الدكتور وفي نفس الوقت بجوده عاليه جدا. احنا كمان دلوقتي بدأنا نطور الخطه العلاجيه بخطه سياحيه كمان. ازاي بقى؟ ازاي؟ ان احنا في تعاون دلوقتي كبير جدا مع شركات سياحه مصريه، لان احنا طبعا في اجمل دوله في العالم فيها معالم سياحيه، لازم ان احنا نستفيد من الموضوع ده. فعشان برضو السائح او البيشنت اللي جاي ما يكونش حاسس ان الموضوع علاجي بحت فيبدا يتاثر او يبدا يتضايق، بدأنا ان احنا نحجز له حتى الفندق او الاوتيل اللي هينزل فيه او المكان اللي هيكون فيه عن طريق شركه السياحه. عن طريق شركه السياحه. يعني انتوا كدكاتره بتنسقوا مع شركات السياحه عشان تدوا له الوجبه الطبيه وفي نفس الوقت تدوا له الوجبه الترفيهيه. بالظبط. وفي مندوب بيبقى قاعد بيستناه بيستقبله بيوديه الفندق الخاص بيه، وبعد كده بنظبط له كل المواعيد المناسبه ليه، وبننسق مواعيد العياده في الشغل اللي هيعمله مع الرحلات السياحيه اللي هو ممكن نقدر نقدمها له في الفتره دي. يعني ده طفره طبيه متطوره بشكرك عليها جدا، لان انا بشكل شخصي كنت بناشد اقول الدكاتره لو تدي وجبه سياحيه، اولا الدكتور هيعمل واجب وطني زي ما حضرتك مقدمه لبلدك، وده واجب علينا كلنا ان احنا بنقدم الواجب دوت لبلدنا، وفي نفس الوقت سمعتنا وشكلنا الخارجي هيبقى محترم قوي. فانا بشكرك يا دكتور على المبادره دي، وبتنصح كل دكتور موجود يعمل ده ازاي؟ هو احنا الهدف بتاعنا احنا بنتكلم باسم بلدنا، يعني احنا البيشنت السايح اللي جاي من بره طبعا لازم يحس ان هو في بلده ولازم ياخد الخدمه بتاعته كامله، سواء العلاجيه او السياحيه كمان. يعني العلاجيه طبعا مش عشان ان ممكن هنا يكون السعر او التكلفه مميزه او اقل ان ده معناه ان الكواليتي ممكن تبقى اقل، لا طبعا. لا، هي اعلى كواليتي واحدث كواليتي موجوده في العالم، واحدث خامات واحسن خامات. فهو يعني بياخد خدمه كامله في وقت اقل كتير باعلى درجات الجوده. باعلى درجات الجوده طبعا. وبيبقى حرفيا هو مستمتع بالسياحه بالمزيج الجميل اللي انت عامله يا دكتور، اللي هو الطبي والسياحي. يعني انت فعلا مطبق السياحه العلاجيه كما قال الكتاب.